يا مساء الفل، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد معانا النهارده كله طاقه ونشاط. عارفه اني انا متاخره عليكم جدا في الفيديوهات، بس سامحوني يعني انا بقالي فتره كده ماليش مزاج خالص ان انا اصور. فانا كنت مصوره الفيديو ده فقلت كده ان انا منتجه وانزله لكم، يعني بحيث ان انتوا تتنشطوا معايا واللي وراها حاجه في بيتها تقوم كده وتخلصها. طبعا عدم تصويري ده مش معناه ان انا ما بعملش حاجه في بيتي او مفيش روتينات يوميه والكلام ده كله، لا طبعا. يومي بيبقى ماشي عادي خالص، بعمل شغل بيتي عادي خالص. وزي ما احنا متعودين مع بعض انا ما بسيبش بيتي اللي هو يعني يقعد فتره كده يضرب يقلب بمعنى اصح، لا طبعا انا الحمد لله، واللي عارفني عارف الكلام ده، ان انا ايدي في بيتي على طول وفي حاجه بيتي على طول. هي بس كل المساله ان موضوع التصوير بياخد مني وقت كبير جدا فوق ما اي حد يتخيل. فحاسه ان كل الوقت ده انا اولى بيه وبيتي اولى بيه، خصوصا ان مفيش اصلا تفاعل على القناه، مفيش تفاعل على الفيديوهات. فبحاول بقى قدر المستطاع اني انا استفاد انا بوقتي، ولما ابقى حاسه اني انا عايزه ان انا اصور بعمل ده وبصور. انا طبعا في الاغلب بشوف الاصلح ليا واللي انا عايزاه وبعمله. ولكن برضو في بعض الاحيان بحس اني انا محتاجه اني انا اقوم كده اشجع نفسي وببقى عايزه اني انا اصور، فبعمل ده برضو. هنعمل هنا بقى النهارده مع بعض روتين كده في المطبخ، روتين حلو جدا جدا، انا عن نفسي بحبه. بحب كده اني انا يعني ريحه النظافه كده تبقى طالعه من كل ركن في مطبخي. في طبعا حاجات كتير جدا انا بعملها بتبقى بره الكاميرا اختصارا للوقت وعشان يعني ما اطولش عليكم وقت الفيديو كده. وفي حاجات تانية يعني بيبقى ايه، بحاول كده ان انا اجيب لكم منها اللي اقدر عليه، بحيث برضو ان انا انجز في وقتي انا في يومي، ما اقعدش فتره طويله جدا واحس ان المطبخ اخد مني يوم كامل. فلا يعني بحاول على قد ما اقدر اصور جزء واجيب لكم برضو الحاجه بعد ما اتعملت. زي كده مثلا احنا بعمل فوق التلاجة من وقت للتاني، لما بحس ان هي خلاص جه عليها تراب واتطربت خلاص من فوق، ببدا بقى ان انا انزل الحاجه من عليها بالشكل ده، وبديها كده تلميعه بفوطه تكون مبلوله ومعصوره كويس. وبعد كده بجيب اللي هو البخاخ ايا كان بقى، اللي فيه معطر او اللي فيه خل، وبعد كده ببدا ان انا ارش وامسح بفوطه تكون ناشفه، بحيث ان انا ابقى كده خلاص نضفتها وشلت التراب من عليها. وكمان عقمتها او عطرتها ونشفتها، علشان ما ينفعش طبعا ان انا احط المشمع او الحاجه اللي انت بتبقي حطاها فوق التلاجة بتاعتك تحطيها على ميه، لا طبعا هتعمل مشكله كبيره جدا. وممكن كمان مع يعني مع استمرار الحركه دي تلاقي الحاجه من فوق لا قدر الله صدت منك، او بدا بقى يظهر فيها برومه والكلام ده كله. احنا طبعا في غنى عن الكلام ده كله، فالاحسن بعد ما تخلصي الحاجه تمسحيها كويس جدا من الميه وتنشفيها بفوطه، تبقي مخصصه فوطه كده للتنشيف. وبعد كده تسيبيها برضو تاخد راحتها كده وتتهوى، وبعد كده تحطي عليها المفرش او ايا كان الحاجه اللي انت بتحطيها عليها. وبعد كده لمعت الحاجات اللي كانت عليها ورجعتها مكانها تاني، اللي هي المبخره وكمان السبرتيه الصغنطوطه بتاعتي، وقله كده صغننه شكلها برضو حلو، فكنت يعني ببقى حابه ان انا احطها كده فوق التلاجة عندي. وبرده الراديو ساعات اوقات كتير جدا جدا بنشغله في المطبخ، طبعا هو بيبقى حلو جدا وبيدي حس كده للبيت. وغير كده يعني لو انت من الناس اللي بتحب تشغلي الراديو جنبك في المطبخ، في ناس ما بتعرفش تقف حرفيا في المطبخ غير وهي مشغله الراديو. في الحاجات اللي ورا دي كانت كراتين بسكوت، بابا على طول بيجيبها القاسر، بسكوت بقى منوع يعني. بعد بقى ما خلصت رحت داخله على المواعين اللي كانت في الحوض، كانت حاجات بسيطه خالص. طبعا زي ما احنا متفقين اول حاجه بتعمليها لما بتدخلي مطبخك ان انت بتبصي على الحوض بتاعك، لو في مواعين بتخلصيها، ولو المواعين كتيره جدا جدا، لان في ناس بتسيب المواعين لغايه ما تبقى يعني تل كده، فممكن لو هي مزحمه الدنيا عندك تقدري ان تغسلي جزء منها وتسيبي الجزء التاني على جنب كده مثلا بعيد عن عينك، يعني ما تبقيش ايه موتره نفسك وقلقه نفسك والدنيا كده عينك شايفه كل حاجه دوشه والحاجات مش نظيفه. فلا خليهم كده بعيد جنب الحوض مثلا من تحت او حاجه، بحيث بعد ما تخلصي ما يعني ايه ما تهلكيش نفسك وتضيعي طاقتك كلها في غسيل المواعين، وتلاقي ان الوقت يعني عدى بيكي وانت ما عملتيش اي حاجه، فتبداي بقى ان انت تملي وتفرهدي وتسيبي الحاجه وتطلعي وتبقي ما عملتيش اي حاجه ولا انجزتي اي حاجه في دخلتك المطبخ دي غير ان انت غسلتي المواعين. عشان كده دايما بقول نحاول ان احنا ما نراكمش على نفسنا مواعين كتير طول ما انت واقفه في المطبخ، سواء بتعملي غدا سواء بتعملي كيكه للولاد ايا كان. طول ما انت واقفه حاولي اول باول الحاجه اللي تتحط في الحوض، اول ما تلاقي عندك يعني دقايق كده فاضيه اقفي اغسلي الحاجه اللي في الحوض، بحيث لما تطلعي من المطبخ ما يبقاش وراكي اي حاجه وتبقي سايبه وراكي الحوض بتاعك نظيف، مفيش ولا معلقه مش نظيفه ولا كوبايه مش نظيفه، كل حاجه عندك تبقى في مكانها، بحيث تخلصي الغدا يبقى ما وراكيش بس غير الطبق اللي انت اكلتي فيها مش اكتر من كده. فاهمين الفكره في ايه؟
لما تبقي داخله المطبخ مثلا هتعملي حاجه، تبقي داخله عارفه انت هتعملي ايه، ما يبقاش وراكي اكتر من حاجه فمش عارفه تبداي منين، فتحسي ان انت ممكن تقفي تضيعي وقفتك كلها او وقتك كله في حاجه واحده، وتحسي ان انت برضو ما انجزتيش حاجه في وقفتك او في يومك. بعد كده بقى لما خلصتهم دخلت على البوتاجاز بتاعي. زي ما انتوا شفتوا كده لمعته. طبعا انا متضايقه جدا 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 لان الازاز بتاع البوتاجاز بتاعي اتجرح كده من قدام، مكان بقى ما مثلا بحط غطا حله، بحط معلقه، مش عارف ايه الكلام ده كله، فالحته اللي في النص دي اللي انا بمسحها دي لقيتها متجرحه جامد جدا، فمتضايقه جدا جدا بسببه. فزي ما انتوا شفتوا كده اديته غسله كده وتلميع. هو طبعا نضيف من وقت ما غسلته غسله العيد يعني. عايزه اقول لكم ان الروتين ده يعني كان انا مصوره من بدري شويه. وغير كده انا طبعا بحافظ على البوتاجاز بتاعي، يعني اول باول بعد كل اكله بعملها او بعد اي حاجه بعملها على البوتاجاز، مادام حسيت ان هي في طرطشه على البوتاجاز، في حاجه وقعت، الكلام ده كله، في وقتها بروح مسحه البوتاجاز. ما بستناش مثلا اني انا اطلع اقعد شويه وبعد كده اروح جايه منضفاه، لا لا خالص. ممكن بكتيري قوي قوي اتغدى وبعد كده اشرب الشاي بتاعي واجي مثلا ان انا اغسله، ده بالكتير قوي. انما هو في الاغلب بعد ما بدخل الاطباق بتاعه الغدا طبعا بقف اغسلها وبعد كده بروح داخله على البوتاجاز على طول بغسله، وببقى طالعه من المطبخ ما فيش ورايا اي حاجه. غسلت اطباق الغدا، حتى الكوبايات اللي بشرب فيها الشاي بعدها بروح غسلاها، بحيث ان انا لما ابقى جايه انام وانا عارفه ان انا مطبخي نظيف. غير بقى نادرا جدا جدا لما بتحصل ان انا بنام وفي مواعين مثلا في الحوض عندي، وده نادرا لما بيحصل. ببقى يعني تعبانه جدا، مثلا كنت بره وجايه ففعلا مهلكه مش قادره ان انا اقف ان انا اغسل بقى مواعين او اشوف الدنيا فيها ايه، فساعتها ممكن بغير وبلم الدنيا مثلا كده حواليا وبروح داخله نايمه على طول وبقول بقى الصباح رباح. وبرده بتبقى حاجات بسيطه جدا اللي بتبقى في الحوض، ما بتبقاش حاجات يعني تذكر. وبرده مسحت الحيطه اللي هي بتبقى ورا البوتاجاز دي. طبعا زي ما انتوا عارفين انا بوتاجازي ملهوش ظهر او غطا يعني بمعنى اصح، فبيبقى منه للحيطه كده على طول، فلازم السيراميك اللي ورا ده بيبقى على طول نظيف، ما بحبش يبقى عليه اللي هي البقع اللي هي بتاعه الزيت دي ابدا ابدا. على طول في ساعتها بروح برضو غسلاه. طبعا مش هقول لكم كل يوم بعمل الموضوع ده، لا طبعا يعني ابقى بكدب عليكم، يعني كل مثلا اسبوع كده ببدا ان انا اغسلها كده بليفه، او لو انا غسلاها مثلا وعملت حاجه في الزيت وحسيت ان هي طرطشت ممكن ابقى عاملاها امبارح واجي اعملها النهارده تاني، مفيش اي مشكله. علشان التراكمات هي دي الزيت لما بيلزق على الحيطه بيقعد فتره طويله بيبقى صعب جدا ان انت تطلعيه، انما لما بيبقى لسه طري بتتحكمي فيه اسرع. ممكن بالليفه بتاعتك يطلع، مش شرط بسلكه، او ممكن ترشي عليه بالبخاخ وتسيبيه دقايق وتبداي ان انت تمسحيه هتلاقيه طلع معاكي بكل سهوله. بصوا هنا بقى بعد كده رحت داخله على البهارات بتاعتي كده. خلاص عملت فوق التلاجة والحوض عندي نضيف، وكمان البوتاجاز عندي والحيطه بتاعته بقت زي الفل. جبت بقى البهارات بتاعتي دي، ما كانش عندي ولا كمون ولا فلفل اسود، او كان عندي حاجه بسيطه من الفلفل الاسود فكنت محتاجه ان انا اجيب تاني قبل ما يخلص، انما الكمون بصراحه ما كانش عندي خالص خالص. واتفاجئت بقى جيت اعمل اكل اتفاجئت ان هو مش عندي، وانا بصراحه ما بحبش يعني ان انا اوصل للحته دي، لا انا دايما بجيب حاجتي زي ما احنا متعودين مع بعض، بكتب الحاجه النواقص اللي عندي وابدا ان انا انزل اجيبها قبل ما تخلص. ولكن المره دي اتفاجئت ان انا ما عنديش كمون، او تقريبا كنت فاكره ان انا عندي في التلاجة، فكنت عامله حسابي على كده عشان انا كمان كنت قبلها في اسماعيليه، فتقريبا ما كنتش مركزه في الحته دي قوي. فاتفاجئت بقى لما جيت اعمل الاكل، فقلت بقى ما بديهاش، نزلت جبت بقى فلفل اسود وجبت الكمون. وزي ما انتم شايفين كده وقفت طحنتهم. عايزه اقول لكم ان الكمون ده طلع تحفه فعلا، والفلفل الاسود يعني الحاجتين انا جايباهم من نفس المكان فطلعوا حلوين جدا. كانوا من مكان كده فاتح جديد عندنا، بس هو طبعا بعيد عن البيت شويه يعني. لكن عايزه اقول لكم انا بحط حاجه بسيطه جدا منهم، يعني ده اللي لاحظته، ريحتهم بتبقى يعني باينه جدا وواضحه جدا في الاكل، فهو حلو جدا يعني الحاجه كده فريش وبصراحه تحفه. يعني ناويه ان انا باذن الله اتعامل معاهم على طول من ناحيه التوابل يعني والبهارات بس. فزي ما انتم شفتوا كده طحنتهم، طحنت الاول الكمون، بعد كده طحنت الفلفل الاسود، وبعد كده طلعت بقى الحاجات اللي كانت في التلاجة. لقيت بقى عندي بهارات لحم وسبع بهارات وكده. بدأت بقى كنت عمالة اشم في الاول عشان في حاجات ما كنتش متأكدة منها علشان خاطر الالوان مختلفة، لان طبعا بتختلف الحاجة. البهار مثلا لما بتبقي جايباه من مكان عن مكان تاني، فلقيتها لا ان هي 7 بهارات، فرحت مكملة بيها زي ما انتم شايفين كده. الحاجة الوحيدة بس اللي مش عندي هي الكبابة الصيني، لاني جيت اجيبها لقيتها حصى،
فما رضيتش ان انا بصراحه اجيبها، لان انا كنت عايزه حاجه بسيطه جدا، فحتى لو جبت حاجه بسيطه مش هعرف ان انا اطحنها. فاهمين الفكره؟ هو طبعا قاعد يقول لي طب دقيها في الهون مش عارف، قلت له لا مش مستاهله خالص، فخلاص يعني مش مهم، هي مش اساسيه يعني، عادي. بس فما جبتهاش، قلت بقى لو لقيتها في مكان تاني مطحون ابقى اجيبها. بعد كده بدات بقى نزلتهم كلهم كده ولمعتهم عشان ارجعهم تاني. طبعا انا عملت معاكم الموضوع ده اكتر من مره، اللي هو تنظيف بتاعه البهارات دي، فقلت يعني اختصارا للوقت عليكم كده انجزتها بسرعه انا مع نفسي. بعد كده فتحت الكاميرا تاني بعد ما كنت لمعتهم كلهم، ولمعت كمان الستاند اهو. عايزه اقول لكم ما شاء الله انا محافظه عليه، يعني شكله نظيف بحالته، ده من ساعه ما انا اتجوزت. فيعني الحمد لله انا بحافظ على حاجتي الى حد ما. يعني في حاجات طبعا اللي هي بتبقى في اول الجواز دي، في حاجات بتبقى قله الخبره بقى والكلام ده كله، فبنبهدل حاجات كتير وبنهين حاجات كتير جدا بتبقى غاليه، ما بنبقاش عارفين قيمه الحاجه. كل الحاجات دي طبعا احنا بنقول يا ريتنا كنا نبقى يعني عندنا وعي بالحاجه اكتر، او نبقى ملمين بالدنيا دي اكتر من كده، عشان ما نهدرش الحاجات دي في حاجات مش استخداماتها اصلا. ولكن عادي بقى، يعني الواحد ما بيتعلمش ببلاش، وربنا يا رب يخلي لنا اهالينا وامهاتنا وابهاتنا اللي بيجهزونا وبيجيبوا لنا اغلى وانضف حاجه، حتى لو احنا بعد كده بنسيء استخدام الحاجه دي في الاول، فعادي برضو بنلاقيهم بيقولوا لنا فداكوا ومش مهم ونجيب لكم غيرها والكلام ده كله. فالمهم برضو ان الواحده بعد كده تبقى يعني تتعلم، طول ما انت في وقت بيعدي عليكي بتبقي ست بيت وبتبقي مسؤولة وانت بقى اللي بتديري دنيتك وبتديري بيت كامل وأسرة كاملة. فالمفروض ان الواحدة يبقى عندها وعي كده بالحاجة وبقيمة الحاجة وبالأسعار اللي كل يوم في زيادة. بعيدا برضو عن الأسعار، هي الواحدة المفروض تحافظ على حاجتها ايا كان بقى، الحاجة رخيصة الحاجة غالية، بس طبعا بتفرق. طبعا الحاجة ما بتبقى غالية الواحد بيزعل عليها، خصوصا يعني لو حاجة بقى اهلك تعبانين وشقيانين فيها. يعني في ناس عادي بقى حاجة انا مش تعبانة فيها مش عارفة قيمتها، فعادي ما بوظ واخرب وبعدين بقى اجيب. طبعا ومتهيألي الستات اللي بتمشي بالمبدأ ده عمرها في يوم من الايام ما تكون مسؤولة، ولا حتى تستحق ان هي تبقى ست بيت. لازم الواحدة تتعلم وتعرف بعد كده تدير حاجتها ازاي والحاجه يعني ايه، توظف بقى حاجتها على حسب استخدامها. قلت لك انا في اول جوازي برضو يعني في حاجات كتير استخدمتها استخدام غلط، ولكن بعد كده اتعلمت. يعني خلاص اللي حصل حصل، المهم بقى ان انا اتعلم من غلطي وما اقعدش اتمادى في الغلط ده واكرره واكرره وارجع اقول ايه خلاص بقى مش مهم اللي حصل حصل، خلاص بقى ما انا ما خدتش بالي، خلاص مش مهم ابقى اجيب غيرها. في الوقت الحالي صعب جدا جدا ان الواحده تجيب حاجه مكان حاجه عندها، او حاجه مثلا يعني ممكن قبل كده مثلا لما حاجه كانت تبوظ مثلا عندنا او يحصل فيها عطل او كده، ممكن مثلا يعني نركنها ونجيب حاجه مكانها، نقول احنا لسه هنصلح، احنا لسه نروح ندور على قطع غيار مش عارف ايه، لا فبنركن ونروح نجيب مثلا جديد. لا دلوقتي صعب جدا جدا ان حد يعمل كده. دلوقتي بقى انت مجبره ان انت تنزلي وتدوري وتصلحي، والحاجه برضو حتى في التصليح بتكلف. فيعني يعني نبقى رحماء ببعض كده ونحس بالمسؤوليه، ونحس بالغلا وبالدنيا اللي حوالينا دي، لان فعلا الوضع بقى صعب جدا جدا على الكل. بصوا بقى هنا كده خلاص خلصت. طبعا انا البهارات عندي يعني ايه بقت فاضل حاجات بسيطه، يعني اللي عندي مثلا كركم، بهارات لحمه، فالحاجات دي فعلا فعلا مش اساسيه. فالاساسيات اللي هي الكزبره، الكمون، الفلفل الاسود، مثلا 7 بهارات اللي هو الحبهان والورق اللوري اللي هي الخلطه اللي احنا بنطحنها دي، كل دي طبعا حاجات اساسيه. فالحاجات دي انا محتاجه ان انا انزل اجيبها. طبعا انا ما بقتش بنزل اجيب الحاجه بكميات زي الاول، بصراحه لا خالص. انا بقيت اجيب الحاجه اللي هتكفيني مثلا مرتين او استخدام مرتين، اللي هو مثلا املى الازازه اللي انتوا شايفينها دي بتاعه البهارات مره او مرتين، وبعد كده لما تقرب تخلص انزل اجيب تاني. الحاجه طبعا بقيت غاليه جدا. انتوا شفتوني في فيديو قبل كده اللي انا كنت مش متذكره بالظبط كان انهي فيديو، اللي انا كنت جايبه فيه البهارات، كنت جايبه كيسه كده بسيطه تقريبا كانت عامله حاجه و60 حاجه و70، وكنت لما فيها كل الانواع اللي انا محتاجاها حرفيا. بقيت اقول له هاتلي ب5 هاتلي ب10، ما اتكسفش ابدا ابدا. في حد يعني ممكن انا لما قبل الجواز ممكن ان انا عامه ما كنتش بنزل اجيب حاجه ولا كنت بجيب طلبات للبيت ابدا عمري وكده، ولكن كنت ممكن لو ماما مثلا بعتتني قالت لي هاتي مثلا بكذا اقول لها لا انا اعمل كده، انا اقول له كده، فلا كنت ممكن الموضوع يبقى مختلف معايا واتكسف. انما دلوقتي لا لا لا، الموضوع ده
ما ببصلوش ابدا. فما تكسفش ليه بقى؟ لاني انا دلوقتي اللي بقيت انا في الموقف، وبقيت انا اللي مسؤوله، وبقيت انا اللي بدير شؤون البيت ده، وبقيت انا اللي بوظف الفلوس بتاعتي اشوف هجيب ايه وهيكفيني قد ايه وامتى. فلازم بقى يبقى في وعي شويه، ما اجيبش الحاجه واركنها. طب ما انا ممكن بالفلوس اللي انا اجيب بيها الحاجه واركنها دي اجيب بيها حاجات تانية للبيت. يعني قبل كده، قبل ما الاسعار تبقى بالمنظر ده، كنا بنقول الحاجه بتنفع. فعلا الحاجه بتنفع، بس دلوقتي الحاجه غاليه. يعني انا مثلا علشان اجيب بهارات تكفيني مثلا نقول شهر، طبعا انا بختلف طبعا عن بيوت كتير، لاني انا مثلا فردين، فاكيد اللي فردين هيستخدموه مش زي ما هيستخدموا 5-6 افراد مثلا من الاسره. لا طبعا كل بيته على حسب استخدامه. في ناس بتطبخ كتير جدا، في ناس بتستخدم بهارات كتير جدا، في ناس بتستخدم بهارات يدوب على قدها. فكل واحد برضه على حسب استخدامه. ولكن الفكره في ايه؟ الفكره اني انا لو واحده مثلا عندي ما شاء الله 3-4 ولاد، بستخدم بهارات كتير جدا، الموضوع بيجمل. انت مثلا هتقفي دلوقتي غير ما كنتي بتجيبي قبل كده، هتقولي مثلا هجيب ربع وربع وربع او نص ونص ونص. في ناس بتجيب الحاجات دي كانت بالكيلو، تمام. الحاجه كانت بتقعد معاها، كانت بتفرق في الميزانيه الكلام ده كله. انما دلوقتي كل حاجه غليت. الحاجه انا بقول لكم عشان اجيب النواقص بتاعتي بتجمل معايا. انت لو هتقفي تجيبي من كل حاجه ب10 جنيه هتجمل معاكي فعلا، في الاخر هتجمل. ففي ناس كتير بالنسبه لها البهارات دي مش اساسيات. فلا، احنا نجيب دلوقتي الاساسيات، نحاول ان احنا نلم الدنيا على قد ما نقدر، نحاول ان احنا نجيب احتياجاتنا بس. ما نجيبش حاجات مثلا ونقول ايه ممكن ابقى اعمل كذا فاستخدمه او احتاجه. لا، لما تبقي بقى ايه خلاص انت ناويه ان انت هتعملي مثلا الاكله المعينه اللي مش هتنفع غير بالبهار المعين ده، يبقى هاتيه. انما ما تجيبيهوش وتقولي هركنه على ما ابقى استخدمه. لا، ما بقاش فيه الاوبشن ده خلاص. لا يعني هاتي اللي انت هتستخدميه بس، وبعد كده بقى يبقى ربنا يحلها. نرجع بقى كده مع بعض في الروتين عشان خاطر ما نتوهش من بعض. انا طبعا بعد ما عملت اول رخامه اللي هي عليها البهارات وستاند المجات والكلام ده كله، رحت داخله على الرخامه اللي بعدها اللي هي فيها الكاتل والخلاط. بدات بقى لمعت كل حاجه موجوده على الرخامه بالشكل اللي انتوا شفتوه ده، وبعد كده نزلت برضو الحاجات اللي كانت فوق الفرن بتاعتي ولمعتها ونفضت الحاجه، والدنيا بقت عندي زي الفل وتمام. طبعا انا بحب الستاند اللي هو بتاع الفاكهه ده قوي. انا كنت شايلاه بصراحه في النيش. كنت يعني في فترات كده بحس ان انا الحاجه عندي بقى لها فتره محطوطه في المكان ده، فبمل شويه. انا من طبعي ان انا ملوله شويه، فبحب ان انا اغير على طول. بحب اشوف عيني تشوف الحاجه في تغيير كده في المكان علشان ما ازهقش وامل. فرحت شايلاه حطيته في النيش، ولما حسيت ان انا خلاص يعني احتاجت بقى ان انا اطلعه تاني، فبقيت اغير في الشكل برضو. طلعته وبقيت بحط فيه الفاكهه وكده، يعني كسرت الروتين. فده برضو اللي انا على طول بحاول ان انا اوصله لكم، ان انت تغيري في المكان اللي انت فيه او في المطبخ، علشان خاطر انت بتقفي في المطبخ كتير، فما تحسيش ان انت زهقانه في ملل. لا، اكسري الحته دي وغيري اي حاجات شيليها من مكانها، ابعديها عن عينك فتره، وبعد كده اما تحسي ان خلاص انت يعني شلتيها فتره كافيه، لا ابداي بقى ان انت رجعيها تاني. صدقوني والله الموضوع بيفرق. انا عامله لكم فيديو كامل كنت مغيره في شكل المطبخ. صدقوني الحاجه والله مش غاليه خالص. كل حاجه دلوقتي غاليه، ولكن حاجات بسيطه. يعني احنا مش جايبين حاجات بميات، مش هقول لكم بالوفات، لا مش حاجات بميات، لا حاجات بسيطه خالص. متر قماش من ده ومتر قماش من ده. ممكن تجيبي نص متر. اقول لكم ايه اكتر من كده؟ نص متر. صدقوني الموضوع هيختلف معاكم تماما. هاتوا الفيديوهات دي وشوفوها، صدقوني والله هتفرق معاكم كتير جدا. بعد كده رحت بعد طبعا ما لمعت الرخام كله، الحاجات بقى اللي انا عملت فيها البهارات وكده رحت غسلها على طول وانا واقفه كده على الحوض. ما خدتش في ايدي حاجه خالص. فكره برضو ان الحوض على طول يبقى عندك نظيف وما عندكيش مواعين، تبقى بعد ما تخلصي وتحسي ان انت خلاص خلصتي طاقتك كلها، ما تبقيش لسه لا يا انا لسه هقف على الحوض تاني، لا تبقي كده خلصتي كل حاجه في وقت واحد. وبعد كده رحت داخله بقى على المطبخ نفسه. الظرف بتاعته بقى بدات ان انا بالليفه كده والصابون غسلتها في الاول، مع اني والله انا على طول يعني الظرف بتاعت مطبخي يعني مش بتبقى بقى اللي هي مزيته ولا الكلام ده، لا هي كلها بتبقى مثلا ممكن تبقى ملحوسه، مطبعه، اللي هي التطبيع مكان ايدي مثلا بفتح واعمل مثلا وانا ببقى شغاله في المطبخ. فانا ما بحبش الحته دي خالص. فبحب ان انا كده اول باول اروح ملمعه الدنيا. ممكن ما اعملش اللي انتوا شايفينه ده، يعني ممكن مثلا كل كام يوم كده
مش لازم ان انا اعمل بالليفه والصابون وكده، لا على فكره والله انا يعني انا صريحه معاكم جدا وواضحه جدا، انا ما بحاولش ان انا اقول حاجه انا ما بعملهاش. احنا بني ادمين وانا عارفه احنا بنتعب قد ايه، وانا دايما بقول لكم ان نفسك ليها عليكي حق، ما تحاوليش ان انت تشيلي نفسك فوق طاقتها ولا تعملي حاجه انت مش قادره ان انت تعمليها. ولكن الفكره ان انت كل حاجه انت بتعمليها هي بتعود عليكي انت في الاخر، يعني النظافه والحاجات اللي انت بتعمليها دي كلها بتعود عليكي انت، ما بتعودش على حد تاني. غير طبعا ان انت بتوصلي اللي معاكي في البيت سواء جوزك سواء ولادك، انت بتعلميهم بتزرعي فيهم حته النظافه. فاهمين الفكره ايه؟ طول ما ولادك شايفينك ان انت نظيفه وبتهتمي بحاجتك اول باول، والحاجه اللي بتتسخ منك بتنظفيها في ساعتها، فدي حاجات طبعا هم بيفهموها وبيكتسبوها، يعني ايه بتتزرع فيهم من غير ما انت حتى تاخدي بالك، بتلاقيهم كده تلقائي زي ما انت بتعملي هم بيعملوا. فالحاجات دي مهمه جدا، خصوصا بقى لو انت معاكي بنات في البيت، هتلاقيهم اوتوماتيك كده زي ما انت بتعملي هم بيعملوا. عملتي ده مثلا وراكي خلصتي، اغسلي نضفي وراكي على طول، الحاجه اللي انت مثلا لحوستيها دي لمعيها. هتلاقي الموضوع يعني ايه مع التكرار هم خلاص اتعودوا او اتاقلموا على الوضع ده، ما بقاش فيه بالنسبه لهم مشكله او ازمه. انما لو هم مش متعودين على كده، فما تيجي تطلبي منهم ده يعني كانك بقى طلبتي منهم يشيلوا الشقه ويرجعوها مكانها تاني. بس فهي دي الفكره، يعني انا بعد ما بحس ان الحاجه مثلا انا خلاص النهارده مثلا كنت طبخه، كنت ايا كان، فحاسه ان انا كانت ايدي مثلا يعني مثلا مبلوله او فيها حاجه، ومسكت مثلا الضرفه فتحتها جبت منها حاجه الكلام ده كله، فانا خلاص انا من جوايا عارفه اني انا لطشت او طبعت في الايد دي او في المقبض ده. بعد ما بخلص يومي وطبيخي وخلصت دنيتي والمواعين بتاعتي والكلام ده كله، الفوطه بروح غسلاها وعصرها كويس جدا، وابدا اني انا المع الضلفه بتاعتي او المقابض بتاعت المطبخ بتاعي. ممكن مثلا بالبخاخ وبفوطه ناشفه بروح ماشيه مثلا على الدولاب بتاعتي دي، ببدا ان انا ارش بالبخاخ بتاعي وبالفوطه الناشفه دي، على طول بتلاقي الدنيا معاكي بقت زي الفل والمطبخ لمع، ولا كاني انت استخدمتي اي حاجه ولا جيتي جنب اي حاجه ولا لمستي حاجه. فصدقوني الموضوع ده والله ما بياخد من ست البيت 3 دقايق في يومها، 3 دقايق مش هياخدهم معاكي، ولكن الموضوع هيفرق ان انت هتبقي داخله المطبخ مفيش حاجه قدامك ملطشه، مفيش حاجه مطبعه، مفيش روايح، مش هتبقي انت نفسيا كده لو شميتي مثلا في ريحه اكل في ريحه حاجه مش تبقي عارفه هي جايه منين. فليه انا اوتر نفسي او ليه انا اضايق نفسي؟ ما لازم عيني تبقى شايفه كل حاجه قدامها نظيفه وكل حاجه كده تبقى ريحتها حلوه. صدقوني الموضوع بيختلف وبيفرق جدا. طبعا زي ما انتوا شفتوا كده انا خلصت المطبخ كله يعتبر، وزي ما انتوا شفتوا برضو اسر كان بيحاول يا قلبي ان هو يساعدني، فانا بسيبه، يعني ساعات لما بحس ان هو خلاص انت مش معطلني في حاجه بسيبه، وساعات طبعا بقى لما ببقى مضغوطه مشغوله عايزه انجز بسرعه، خلاص مثلا تعبت فرهطت عايزه انجز وقتي، فلا بزعق معاه بقى واقول له لو سمحت بقى سيبني كده لوحدي عشان انا عايزه اخلص واطلع من هنا في اسرع وقت. في ساعات بيبقى الواحد خلقه مش جايبه خالص ان هو يقضي وقت كبير في المطبخ، انا ساعات ببقى في الحته دي. وساعات لو انت برضو حاسه نفسك متضايقه او مضغوطه، جربي كده ان انت تقومي تعملي اي حاجه في شغل بيتك، جربي هتلاقي الموضوع فرق معاكي جدا، هتلاقي الطاقه اللي عندك اللي هي السلبيه دي خلاص انت طلعتيها في الشغل بتاع بيتك، فهتحسي ان انت بقيتي احسن. انا دايما بجرب الموضوع ده وعلى طول بينجح معايا بصراحه. بص بقى هنا كانت دي حاجات كنا جايبينها كده اللي هي علبه البسكوت، اسمها غندور تقريبا، وكيسين كده بتوع ملبس كنا جايبينه برضو القاسر، دلوقتي الملبس ده تقريبا خلاص اتنسف، دي يعني للاسف حاجه مش حلوه خالص خالص، ولكن يعني كل الاطفال بتحب الملبس والحاجات دي، فانا برضو ساعات كده بستخدمها كمكافأة يعني. بس هنا بقى كان عندي الزرعه دي كان قاسر، لقيته عملها من بعضها قطعها، فلقيت ان الفروع نفسها من تحت يعني ايه اتخلعت كده من بعضها، فمش هينفع ان هي تتعشق تاني، فجبت بقى اللي هي الشمعة دي وبدأت ان انا لزقتها كده، والحمد لله الموضوع نجح معايا وبقيت زي الفل تمام يعني، لان انا بحب الزرعة دي جدا. هنا بقى بدأت كده ان انا ايه اكافئ نفسي بقى، انا وآسر كنا قاعدين بقى، فقلت بقى بعد حملة النظافة دي لازم اكافئ نفسي كده بكوباية نسكويك كويسة. جبت بقى اللبن ده وطلعت النسكويك من التلاجة، عايزه اقول لكم النسكويك ده بقى له عندي فتره كبيره جدا، انا عامه على نفسي بحب اخد النسكويك ده كده وهو بودره، يعني اكله كده وهو بودره، ما بشربوش في اللبن غير قليل يعني زي دلوقتي كده. فعملت بقى كوبايتين كده نسكويك ليا انا وآسر، وقلت له يلا بقى ايه نقعد كده على روقان بقى
كل حاجه كده حوالينا نظيفه والدنيا تمام، وطبعا الشقه عندي كانت زي الفل. فقلت له يلا بقى ايه نكافئ نفسنا كده ونقعد قاعده رايقه. اسر بيقول لكم اعملوا لايك لو وصلتوا لغايه هنا معانا في الفيديو، اعملوا لايك كده بقى. بصوا احنا كده نكون خلاص وصلنا لاخر الفيديو. طبعا اللي هي بتاع الصغنطوطه اللي فوق الفرن دي انا بحط فيها على طول تمر، يعني اللي عايز منه كده الصبح واحده ولا حاجه ياخد، واللي عايز برده في نص اليوم كده حاجه مسكره برده ياخد له واحده مفيده وحلوه جدا. كده اقدر اقول لكم فيديو النهارده يكون خلص. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا ولو بحاجه بسيطه خالص. طبعا ما تنسونيش في اللايك، وكمان تدعوا لي كده دعوه حلوه من قلوبكم، وتسيبوا لي كده كومنت جميل منكم نذكر فيه كده الله ونصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام. وطبعا بشكر الجميع اللي وصلت معايا لاخر الفيديو. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم، واشتركوا في القناه لو انتوا اول مره تشوفوا قناتي، وفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل اشعار الفيديوهات الجديده، وشيروا الفيديو لاصحابكم وحبايبكم، واستنوا مني فيديو جديد. باي باي.